انا بشحت بالكيتار بالكيتار بالكيتار. بتعمل ايه يا باشا؟ انا بشحت بالكيتار بالكيتار بالكيتار. هو انا ما قدرتش قعدت 5 جنيه عشان ربنا. عايز 5 جنيه صاحبي؟ ايوه. طب ارمي لك اسد؟ هات 5 جنيه. انا مش بتاع اسود ولا نمور ولا وهود ولا حيوانات الغابه. انا بعمل ايه؟ انا بشحت بالكيتار. خد طيب. حبيت بس اخش بالترند ده عشان عاجبني جدا جدا جدا، وبيعبر عن الشحاته اللي انا بشحتها من لعيبه في الفانتازيا بتاع الدوري الانجليزي. فهو تحس انه بيعبر على نفسي، انا بشحت النقط. فحبيت بس ان انا اعمل كده، ويلا بينا نبتدي الحلقه وانسى كأن مفيش حاجه حصلت او حاجه من باب الضحك كده، ونفك بعض شويه. حبايبي يلا نبتدي الحلقه. ومساء الورد عليكم جميعا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير، وإن شاء الله تكون حلقة تكون خفيفة على قلبكم كده ولذيذة. طبعا أول حاجة هبتدي بيها هي إن هبارك لمو صلاح إن هو خد أحسن لعيب في الدوري الإنجليزي الموسم اللي فات. وطبعا ده حاجة طبيعية لأن الراجل ده يعني ساهم باكتر من 60% من اهداف الفريق، فطبيعي جدا ان هو وخلاهم بالتالي ياخدوا الدوري، فطبيعي ان هو يبقى من المرشحين الاولانيين يعني. الف مبروك عليه، ويا رب ان شاء الله يفضل مكمل ويفضل نجم النجوم، واحنا بنتمنى له كل خير ابو صلاح بصراحه لان هو شخص جميل. تمام. تاني حاجه بقى ان هي جوله غم عليا. الجوله غم يعني عليا سبحان الله، ما ظبطتش معايا خالص، مش المتوقع. وبس عادي يعني، انا برضه فرحت والله للناس اللي جابت نقط كتير، فرحت منهم جدا وانبسطت يعني، اللي هو ايه ان في ناس برضه مشغله يعني مخها شغال لا حلو يعني، انا ممكن استفاد منكم والله لما بخش اتفرج بستفاد منكم. بس فطبعا انا ده اعمل صياح هادي كده، عشان كده عايزين اعمل ايه هاشتاج صياح على الهادي. انما بعد كده لما نخش في الجولات اللي هي لا، بعد كده بقى صياح على العام وهنضرب بعض بقى، هتشوفوا حاجات غريبه يعني. بس فالنهارده انا جاي اتكلم على كذا حاجه، نصائح الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي، لعيبه تتجاب، لعيبه تتباع، لعيبه تتقل عليها، افضل كابتنه للجوله على موقع الهب بي ال، لعيبه متوقع تجيب نقط حلوه في الجوله اللي جايه على برضه احصائيات الموقع بتاع الهب بي ال. تمام. فعايزك كده كوبايه القهوه الجميله بتاعتك وتقعد كده تستمتع معايا ان شاء الله، مش هطول عليك حبيبي. يلا نخش على ايه، على اول الحلقه. تمام. بسم الله. دلوقتي انا بس عايز اقول حاجات خفيفه كده قبل ما نخش. اول حاجه، انا بشوف ناس كتير بتتفرج على الفيديو بتاعي فيو يعني طبعا مش اوفر بس كويس يعني، بس الفكره ان مثلا ممكن الاقي 400 500 فيو وجنبيهم 5 6 لايك. فالناس اللي بتخش تتفرج يا ريت تدينا لايك، بسطنا كده، خلينا ايه فاهم، ادعمني عشان برضه لو استفدت بحاجه مني اظهر لك، ممكن تستفاد بمعلومه مني، ليه لا. تمام. دي اول حاجه بس ايه يعني، لو وبرضه اللي عمل او ما عملش هو على دماغي كده كده، انا مش يعني والله، انا بس الفكره ان انا عايز اظهر للناس والناس تشوفني وانا بتكلم ويستفادوا مني لو انا فعلا اقدر افيدكم. انما هي اللعبه برضه بتعتمد على التوفيق وكده. بس ان شاء الله احنا بنمشي بالاحصائيات والمنطق وان شاء الله تمشي يعني. تمام. في ملاحظه برضه خفيفه، ان الناس اللي جابت نقط ضعيفه الجولة دي زيي وزي غيري، الناس دي انا بنصحهم نصيحة، ما تجروش تعملوا راوند وتلفوا على الاكونتات وتشوفوا مين جاب نقط كتيرة، لان ده ممكن يعمل لكم حالة احباط مش طبيعية. يعني شوف الاول على العالم السنة اللي فاتت جاب 44 نقطة، انا جايب اكتر منه، انت جايب اكتر منه. تخيل انت شخصيا جايب اكتر منه عادي، بس ده مش معناه ان هو وحش، ده معناه ان هو ما توفقش في الجوله الاولانيه وعادي بيعيد حساباته ويرتب دنيته ويرجع، عشان كده بيبقى الاول على العالم. لان الدوري الانجليزي ده يا جماعه مش مجرد احنا بنكسب جوله ويس وخلاص خلصت، لا ده عامل زي الماراثون يعني على الهادي. مش عايز انك اللي بيجري في الاول مش معناه انه كسب، لا اللي كسب هو اللي عنده النفس الطويل اللي يقدر يكمل للنهايه. بس فدي نصيحتي ليكم، لان انا شخصيا اول 3 ايام كانت زي الزفت عليا، اللي هو مفيش بقى، عماله اترزع كل يوم، مفيش حد بيعمل لي حاجه، فكنت بخش بلاقي الناس بتجيب نقط، فمن جوايا كنت متضايق، فاللي هو انا عايز اجري اجيب رايندرز، عايز اجري اجيب مش عارف مين، وبشوف الناس بقى عندهم رايندرز وكريس وود والناس مبسوطه ما شاء الله، ربنا يروق عليهم.
فكنت ممكن اعمل وايلد كارد، ده تهور يعني، لان ده ممكن اعمل وايلد كارد اللعيبه اللي اجيبها ما تعملش حاجه، واللعيبه اللي معايا هي اللي تعمل. فعشان كده برضو ايه يعني انتبهوا لموضوع السرعه في التغييرات دي. تمام تمام. وبرضه في معلومه خفيفه كان ان ساكا تقريبا مش هيبقى المنفذ الاول لركلات الجزاء في ارسنال. جيكوريز هو تقريبا اللي هياخدها. فبرضه المعلومه دي عشان الناس عندها ساكا اللي ما تتفاجئش لو لقيت جيكوريز هو اللي بيلعبها. تمام. وفي برضه يعني ايه حاجه معلومه كده انا واخدها يعني، او فكره واخدها من الفانتازيا، ان ما تجريش ورا النقط. مش معنى ان اللعيب جاب نقط الجوله دي يبقى لازم يجيب الجوله الجايه، صدقني صعب. يعني مثلا كريس وود جاب جونين. اولا كريس وود الموسم اللي فات جاب دبل ديجيت، يعني جاب جونين في ماتش، في ماتش 3 مرات في الموسم او مرتين. هو في العادي بيجيب جون ويطلع، فعادي اللي جابوه ربنا يكرمهم، بس مش معناه ان انا اجري اجيبه ماتش اللي جاي كريستال بالاس اوي. وكريستال بالاس شايفينها عاملين ايه في ليفربول وارسنال وفي تشيلسي وفي اي حد بيقابله، فوارد ما يعملش حاجه. تاني حاجه رايندرز انا هجيبه لان هو اللعيبه هجيبه عشان سعره 5.5 مليون او 5.6 دلوقتي، بس في الاخر هو كواليتي لعيب نضيف ان شاء الله، يتحط دكه وينزل واعمل له روتيشن ومش هطلعه من الفريق ان شاء الله، الا بقى لو بيب عمل ليه اي تاني. ممكن كلنا نجيبه كلنا كده زي ما انا شايف حوالي 500,000 ترانسفير رايندرز. يجي بيب الماتش الجاي يقوم منزل شاركي يعمل اي حاجه ويخزونا كلنا، وده المتوقع، فما حدش برضه يتفاجئ. تمام. بس دي النقط اللي هتكلم فيها. ودلوقتي هنبتدي الحلقه. هنخش على ايه؟ هنعمل بقى هنخش على حته مين يتجاب مين يتباع مين تستنى عليه. هنمسك اول حاجه خط الهجوم. طبعا لو عندك ويلوك بيع، لان ويلوك برضه مش مضمون دقايقه، وهو اصلا ما نزلش اساسي وتحس فيه قلق كده، تحس ان هو مش هيلعب برضه زي ما انت عايز. انت عايز لعيب يلعب 90 دقيقه، اصلا هو مش هيكمل يعني، مش هينزل وسنه كبير وكده، وهو لعيب كواليتي نضيف، بس لا انا رايي ما تحطش نفسك في الدايره دي واطلع. بيتو لازم يمشي. ايفرتون عامه كلها فريق سيء فوق العاده، فانت هتجيب لعيب من فريق سيء، واصلا مويس كان قايل ان هو مش عاجبه هيمشيه، ما اعرفش نزله ليه وتعاقدوا مع مهاجم تاني، فابعد برضه عنه عشان القلق. تمام تمام. لو عايز البدائل بتوع الناس دي، لو معاك فلوس عندك ايفي نيلسون ماتشه الجاي حلو، ولو معاك فلوس جيبه. عندك طبعا ريتشاردسون لو اساسي ممتاز، بس الماتشات بتاع الناس دي صعبه يعني. ريتشاردسون عنده المان سيتي ولا مش عارف مين اللي هو هيلاعب مان سيتي، يعني برضه الماتشات مش سهله. عندك مثلا كريس ممكن تجيبه، قلت لك ماتشاته مش سهله. عندك سيمينيو. دي البدايل لو معاك فلوس تقدر تعدي. تمام. اي لعيب تاني معاك من الهجوم سيبه، يعني واتكنز سيبه الماتش الجاي قدام برينتفورد اللي هي دفاعها ميت، فده ماتيريال كابتنه بالنسبه لي. بس هو ايه الحاله العامه بتاع استون فيلا ما تشجعش على كده، بس واتكنز سيبه. جواو بيدرو سيبه، ماتشه مع وست هام لسه موزوعه من ساندرلاند 3-0، فوارد هو دفاعها برضه احيانا ممكن يسنتح، بس لا سيبه الجوله دي. فيرتيز انا مش طايقه مش طايقه شخصيا كده، بس برضه لازم تسيبه جوله يعني. في لعيبه يعني ايه سيبها خلاص بقى، ما تجيش جنبها. اللي انت جايبه بقى ايه سيبه في نص الملعب، او التغيير الوحيده اللي انا بقول عليها هي رايندرز يخش فريقك. ده يعني ايه انا من وجهه نظري عشان لعيب كويس. تمام تمام. نخش على خط النص. تمام. طبعا اي هال بتاع ايفرتون لو حد جايبه يبيعه. انداي اللي هو معايا انا هبيعه كده كده وهجيب مكانه رايندرز. اي حد معاه ايفرتون بقول لك وحشه جدا، فحرام ان انت ايه تسيبها. اي حد تاني في نص الملعب سيبه في الوقت الحالي، سيبه الا لو عايز تعمل الترانسفير اللي انا قلت لك عليه اللي هو لسيمينيو. وفي هاري ويلسون بتاع اسمها ايه فولهام برضه جميل جدا وبيجيب وسعره حنين. وفي ادينجرا جميل جدا وسعره حلو، شفت ناس جايباه في الدرافتات وجاب لهم بالفعل 6 نقط مثلا. والباقي سيبه برضه. تمام. المدافعين كلهم يتسابوا ما عدا مين؟ انا شايف من وجهه نظري كونسا عشان واخد كارت احمر، حاول تغيره باي لعيب. ولويس سيكيلي بتاع ارسنال انا جايبه، بس انا غالبا همشيه لان هو في روتيشن دلوقتي اللي نزل كاليفوري، فبقى ما تعرفش هو هياخد دقايق ايه، فانا برضه ازعل. فانا بفكر ان انا ممكن اعمل -4 مع ان دي حاجه صعبه عليا، بس اجيب مثلا جابرييل. معاك فلوس تجيب جابرييل وصليبه بتوع دفاع ارسنال للماتش الجاي حلو جدا، بس بعد كده ماتشاتهم زباله برضه. تمام تمام. بس دي اللعيبه اللي انا بقول لك ايه، لو يعني يا رب تكون استفدت منها. تاني حاجه نخش على افضل كابتنه. طبعا افضل كابتنه الجدول زي ما انت شايف يعني المنطقيه بتقول لك بالمر قدام وست هام، بس بالمر ما تعرفش بينفجر امتى. يعني بالمر ما تعرفش بينفجر امتى. بالمر ليه ماتش في الموسم فيه 4 تجوان،
فعادي ممكن واحد يكابتنه النهارده يجيب له الاربع تجوان عادي، وفي ماتشات كتير بيجلي فيها، فكابتنه منطقيه، بس انا اخاف اروح. طبعا هالاند كابتنته مش حلوه لان توتنهام يعني اتحسن جامد ودفاعيا وهجوميا، وكمان المدرب بتاعهم بتاع برينتفورد مدرب صايع قوي. لما كان اصلا ماسك برينتفورد كان خاخم على كل الفرق الكبيره والصغيره، وكان الكلين عنده كتير، الكلين شيت عنده كان بيجي كتير، فبرضه صعب ان كابتنه هالاند تكون 100%، بس هو برضه ايه فظيع يعني. وطبعا ابو صلاح كده كده في اي ماتش عايز تكابتنه كابتنه، هو ملوش حاجه اسمها ماتش كبير او صغير، ده راجل قادر يعمل اي حاجه في اي ماتش الا لو التوفيق مش معاه مثلا. وفي كابتنه بقى ديفرنشال خالص وبعيده بس جميله قوي لو معاك سيمينيو هيلاعب تقريبا وولفز اللي دفاعهم ميت، اللي لسه شايل 4 وارد يجيب له جولين كمان، مين عالم. بس كده، ودي كانت الحلقه النهارده، يا رب تكون خفيفه عليكم وتدعموني وتتفرجوا عليا وان شاء الله في حلقه تانية هنزلها قبل يعني يوم الجمعه، الديدلاين يوم الجمعه بالليل يا جماعه مش يوم السبت، خلي بالكم. فقبل يوم الجمعه ان شاء الله هنزل بالتشكيله النهائيه اللي اخش بيها والترانسفير اللي انا عاملها، ولو في اي جديد اصابات اي حاجه هقولها لكم برضه في الحلقه اللي قبل الجوله. فالناس تفضي دماغها كده وانا هجيب لكم ان شاء الله يا رب الخلاصه. حبايب قلبي تسلموا جدا، لو حد شافني لغايه دلوقتي يا ريت يديني لايك، وشكرا جدا يا جماعه، وسلام عليكم.